الختام. ايه البشريات الختامية؟ يلاقي علي بن ابي طالب جاي ومعاه وفد همدان. همدان دي اول قبائل اليمن، اسلم اهل اليمن وجايين طالعين يحجوا مع سيدنا علي بن ابي طالب. على فكره يا جماعه سيدنا علي بن ابي طالب ما تعبش، اصل اهل اليمن رقاق جدا، واحنا معانا يعني اهالينا واحبابنا من اهل اليمن حاضرين معانا الحلقه اليوم. هو النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن ابي طالب ما تعبش، اول ما راح كلمهم هو حتى اتخض سيدنا علي، كلمهم في الاسلام اسلموا، قال لهم تيجوا تحجوا معانا جم. لدرجة ان سيدنا علي بن ابي طالب قام قايل بيت شعر جميل جدا بيقول ايه: ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام. لو انا بواب على باب جنة بعد اللي شفته، لا شفتوا كلمات سيدنا، شفتوا رقته، ما هو شارب من ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام. النبي صلى الله عليه وسلم شاف عليه وفد همدان جاي من بعيد، قام قايل: يأتيكم أهل اليمن أرق أفئدة، الإيمان يماني والحكمة يمانية. وأشار بيده إلى اليمن وقال: الإيمان ها هنا. وأنا أشهد على هذا الكلام والله، لما رحت اليمن إلى اليوم أرق الناس أفئدة أهل اليمن. تصدق يا رسول الله بعد 1400 سنة. ويبدأ